السلام عليكم ليكيب، كي راكم؟ بخير والحمد لله. اليوم راح نحكو اهم نصيحة لازم اي طالب بكالوريا يسمعها، والهضرة هذه يجب على كل طالب بكالوريا 2025 يسمعها مليح، لانه خرج من القلب جماعة. وياسر كان مغالطات كبيرة والتلاميذ راح فاهمينها بالغلط. جماعة الهضرة هذه سمعوها بيان، شوفوا يا جماعة، شوفوا، حطها في بالك مليح. راهو انك كنت تدي 10 و11 في السنوات السابقة، سنة ثانية ليسي، أولى ليسي ولا غير ذلك، يعني كونك يعني تلميذ متوسط ولا ضعيف طلع ب10 و11 البكالوريا، ما يعنيش هذا انك ما تقدرش دير الامتياز. حطوها في راسك مليح. تصدقوني معظم الطلبة تاع 2025 اللي طالعين ب11 و10 و12 و13 حاطين رواحهم باللي يعني حاطين رواحهم الهدف تاعهم انه يجيبوا الباك وخلاص، انه يجتهد باه يجيبوا الشهادة تاع البكالوريا وخلاص. يعني كشو صايف روحو باللي خاطيه الامتياز وما يقدرش يجيب معدل عالي فوق 16. نحوها من روسكم يا جماعه. هما تلاميذ بعقولهم، انتم ثاني تلاميذ بعقولكم. هما وصلوا للترمينال، انتم ثاني وصلتوا للترمينال. هما راح يفوتوا البكالوريا، هما انتم ثاني راح تفوتوا البكالوريا. بما انكم مازلتوا في بدايه الرحله، والرحله مازالت ما بداتش اصلا، يعني دخول مدرسي مازال ومازالت بدايه الرحله مازالت. نحوا المنظورات الفكريه، نحوا الافكار المسبقه تاعكم باللي ما تقدرش دير الامتياز. صدقني قسما بالله تقدر دير الامتياز ونورمال. كاين اللي دوبله في شهاده البكالوريا، يعني رصب راسه في شهاده البكالوريا، عاود البكالوريا وتحصل على 16 ولا يقرا ميديسين. يعني هل هو كراسب يشوف روحه يدي اكثر من 16 يوصل ميديسين؟ يقول لك لا ما نقدرش، بصح هو ثق في روحه. يا جماعه الباك راهو ساهل، اجتهد، اتعب، اقرا له توصل ممتاز. وعلاه انت ثاني ما تقدرش توصل؟ بالك كنت تدي 10 و11 و12 كنت بالك ما تقرا، مش عارف كيف تقرا، بالك كنت ما راكش تقرا اصلا. عام الباك راهي 7 شهور وتفوت. يعني نركز معاه تركيز مطلق، ندير الثقة في روحي، ندير هدف كبير، ندير هدف عالي يا جماعة. صوب نحو النجوم فإذا لم تصف فتصيب القمر. يا جماعة ديروا هدف كبير، مانيش نقول ندير الباك وخلاص من بعد والله تندم تقول يا ليتني ما ديتوش الباك. لا، نوصل معدل عالي وندير التخصص اللي حبات وراني مريح، ندير تخصص وانا مرتاح. نحي فكرة اني راني طلعت بالاستدراك، نحي فكرة اني راني طلعت بمعدل 10، نحي فكرة اني معدلي ضعيف مستحيل نوصل الامتياز، نحي فكرة اني راح ندي هدفي ندير باك وخلاص. وعلى ما تديش بالامتياز؟ هيا قول لي وعلى ما تديش بالامتياز انت ثاني؟ راهو كي غلط بداية رحلة البكالوريا. الهضرة هذه نتمنى اي واحد دخلها براسها، مش تدخل منها تخرج منها، لا لا. راك قادر، طالع بمعدل ضعيف تقدر تدي الامتياز. ما عندكش ثقه في روحك، دير ثقه في روحك ودير الامتياز. كيف ندير في الثقه في روحي يا استاذ؟ ما امبوسيبل. ما كان ندير الثقه في روحي هذه؟ ببساطه حط هدف وكل يوم عاودوا في راسك، راح نوصل الامتياز، راح نوصل الامتياز. اكذب على روحك يا سيدي، روح اكذب على روحك، قول انا راح ندي الامتياز، اكذب على روحك. صدقني العقل الباطن يوميا يقول راح ندي الامتياز، راح ندي فوق ال 15، راح ندي فوق ال 15، راح ندي فوق ال 15. عقلك الباطن راح يعطيك قدرات ويعطيك شجاعه ويعطيك ثقافه ويعطيك عفوا ثقه انك تدي الباك تاع واحد يحب يدي الباك فوق ال 15. صدقوني يا جماعه نحوا الفكره من روسكم تاع اني ما نديش، اني طلعت ب10 و11 ما نديش الامتياز. هذه هضره اي طالب بكالوريا طلع بمعدل ضعيف السنوات السابقه يحبتها يسمعها. هذه هي يا جماعه. حبيت نقول لكم فيديو باختصار مفيد، حبيت الهضره هذه يسمعها اي واحد طلب بكالوريا مقبل على شهاده البكالوريا. راك حط هدف صوب عليه. اللي وصلوا له ما همش خير منك، اللي دا 17 و16 و18 وحتى 19 من قبلك ما همش خير منك. البكالوريا مجرد تخطيط، اقرا غير بالعقل، ماهوش حاجه كبيره. كاين يبداو في جانفي فيفري ودوه، ما نقولكش ابدا في جانفي فيفري، يعني حبيت نبين لك كيف راهو بسيط. روح معها الدخول المدرسي يبدا من درك، اقرا واحده واحده المكتسبات، روح معها غير بالعقل وباذن الله راح توصل ان شاء الله. حط هدف تاعك كبير، روح حط الهدف تاعك كبير. ما تحط زعما راح ندي ننجح في الباك وصل، لا. نحي الفكره، تقدر والله تقدر. ما عندها حتى معنى حرفيا واحد يدي معدل ضعيف معناتها راح يدي معدل ضعيف في البكالوريا، لا. ما عندها حتى معنى معدلات الفصليه تاع السنوات السابقه. كبر هدفك تكبر معاه، كي تكبر هدفك انت وتكبر النظره تاعك راح تكبر معاها جهدك، وراح يكبر معاها ثقتك في نفسك، وراح يكبر معاها تخطيطك وعملك. هذه يا جماعه ان شاء الله، ان شاء الله يكون اي واحد يسمع الهضره هذه ويدخلها هنا ويطبقها. نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله. كما قلت لكم راح نرافقكم عام البكالوريا كامل ان شاء الله. اشترك في القناه، خلنا جام وتعليق جميلين. نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله. يتهلاو يا ريقل، تمام.